معاك من 300 ل 500 ألف جنيه وعايز دخل شهري ثابت. لو ناوي تشتغل أوبر أو في النقل الذكي في مصر وعايز عربية تكسبك مش تستهلكك، الفيديو ده معمول مخصوص ليك. هقول لك أنهي عربية تستاهل فلوسك وإمتى تكسب وإمتى بتبقى بتشتغل علشان العربية مش لنفسك. أول حاجة، يعني إيه عربية أوبر ناجحة في مصر؟ قبل ما نقول أسماء عربيات لازم نفهم العربية اللي هتنجحك في أوبر لازم يكون فيها 5 حاجات. أول حاجة، بنزينها قليل، صيانتها رخيصة، قطع غيارها متوفرة، مطلوبة في التطبيق، وقعدة بيعها سهلة. اي عربيه مش مجمعه الخمس شروط دول يبقى بتاكل من ربحك. تاني حاجه، تعالوا نشوف ايه احسن عربيات مستعمله تشتغل اوبر. اول حاجه بي واي دي اف 3 او شيري اريزو 5 مستعمل. السعر في مصر زيرو حوالي من 650 ل 665 الف جنيه. لو مستعمله 5 سنين وماشيه 100 الف كيلو هيكون سعرها من 300 ل 350 الف جنيه. ليه العربيات دي مناسبه؟ موتور بسيط، اعطالها معروفه، قطع غيارها رخيصه، واي ميكانيكي بيفهمها. تاني حاجة، نيسان صني. السعر الزيرو منها بيبدأ من 645 ألف جنيه. مستعملة 5 سنين ماشية 100 ألف هتكون ما بين 350 ل 400 ألف جنيه. مميزاتها إن هي موفرة جدا في البنزين، اعتمادية، ومساحتها واسعة، ومطلوبة جدا في أوبر. تالت حاجة، هيونداي أكسنت ار بي. السعر منها زيرو 730 ألف جنيه. مستعملة 5 سنين ماشية 100 ألف كيلو هيكون سعرها ما بين 400 ل 450 ألف جنيه. طب ليه الناس بتحبها؟ لأنها مريحة جدا في السواقة، ركوبتها ناعمة، وقاعدة بيع قوية. نيجي لحساب الأرباح الشهرية. شغل فعلي في مصر متوسط شغل ما بين 8 ل 10 ساعات في اليوم، وده هيحقق دخل شهري ما بين 18,000 ل 22,000 جنيه. هنخصم منه مصاريف التشغيل اللي هي بنزين من 3,500 ل 4,000، صيانة وزيوت ما بين 1,500 ل 2,000، ومصاريف مفاجأة حوالي 1,000 جنيه. هيكون صافي الربح ما بين 12,000 ل 15,000 جنيه في الشهر. تالت حاجة، الزيرو في أوبر. ناس كتير فاكرة الزيرو أحسن، بس الحقيقة لازم تتحسب صح. ايه هي العربيات الزيرو المناسبة في مصر؟ اول حاجه بي واي دي اف 3 ب 650 الف جنيه، شيري اريزو 5 ب 665 الف جنيه، نيسان صني بتبدا من 645 الف جنيه، شيفورليه اوبترا ب 700 الف جنيه، هيونداي اكسنت ار بي ب 730 الف جنيه. نيجي لحساب الارباح للزيرو. عشان في تطبيقات بتعلي الاجره في حاله الموديلات الحديثه، فالدخل الشهري هيكون ما بين 22,000 ل 27,000 جنيه. مصاريف التشغيل بنزين من 3,500 ل 4,000، صيانه وزيوت من 2,500 ل 5,000، واستهلاك قيمه العربيه من 3,000 ل 4,000. هنا هيكون صافي الربح ما بين 13,000 ل 16,000 جنيه. الزيرو اريح، بس راس المال كبير واسترداده ابطا. واكبر غلطه بتضيع فلوس اوبر في مصر انك تشتري عربيه وتحسب الربح من غير ما تحسب المصاريف. يعني في واحد شاري عربيه ب 300,000 مكسبه اكتر من واحد شاري عربيه ب 450,000 جنيه. الخلاصة، معاك أقل من 400,000 ده مستعمل ذكي. معاك المبلغ كامل اشتري زيرو، بس احسبها صح الأول. شغل كامل هيساوي مكسب محترم، شغل عشوائي ما تتوقعش دخل كبير. اكتب لي في الكومنتات ميزانيتك كام، وناوي تشتغل كام ساعة، ومستعمل ولا زيرو، وهقول لك أنهي عربية تكسبك وإمتى ترجع فلوسك. في النهاية هيجي حد بس يقول لي أنا مش لاقي أسعار المستعمل دي في السوق حاليا. سوق المستعمل حاليا فيه تخبط شديد بسبب نزول سعر الزيرو، والاسعار في المواقع دي اسعار عرض مش اسعار تنفيذ. يعني لو هتنفذ فعلي هتوصل للارقام اللي احنا قلناها، وتقدر تشوف الفيديو ده وتحسب سعر اي عربيه مستعمله. طريقه الحساب دي مش نظريه، دي مجربه فعليا من خبرتي وشغلي قبل كده في سوق تجاره العربيات المستعمله في مصر. لايك واشتراك عشان تتابع كل اللي جاي. سلام.